أنا محمد فوزي، الراجل اللي ضحكته كانت مالي الشاشات، والنهاردة جاي أحكي لكم الحكاية اللي السنين خبتها. في قناتنا هحكي وما تستغربش، هقولكم إزاي ملك البهجة قلبه اتكسر، وإزاي صحي لقى نفسه غريب في شركته ومطلوب منه يبقى موظف بمرتب 100 جنيه في المكان اللي بناه طوبة تعب وشقاه. اسمعوا حكايتي من أولها وما تستغربوش، ومستني منكم دعوة حلوة بالرحمة والمغفرة. يا مساء الفل على كل المتابعين. النهاردة الحكاية مش مجرد قصة فنان، النهاردة هنطلع المستخبي في حياة برنس الشاشة محمد فوزي. حكايات وجع وأسرار من جوه كواليس السياسة والفن، هنعرفها لأول مرة هنا في هحكي وما تستغربش. فوزي وهدى سلطان. الحكاية اللي بدأت بدم. معقولة محمد فوزي اللي كان مالي الشاشة بضحكته يعمل كده في أخته؟ معقولة الراجل اللي غنى للأطفال كان بيمشي ورا هدى سلطان بالسلاح وكان عاوز يقتلها بجد؟ أيوة، فوزي في الأول كان رافض تماما إن أخته تغني، وكان شايف إن ده عيب كبير في حق عيلة الحو. الموضوع ما كانش شوية زعل، ده بعت وراها ناس بمسدسات وقالهم لو شفتوها بتغني مش عاوزها تظهر تاني أبدا. وفضل سنين ما بيكلمهاش، لدرجة إنه لو شاف صورتها في أي حتة يقطعها ويقول أنا ماليش إخوات بنات. تعالوا بقى أقولكم إزاي الدنيا دارت وفوزي نفسه هو اللي شرب من كاس الوجع. الحلم اللي اتحول لكابوس. مصر فون. الحكاية بدأت لما فوزي قرر يعمل أكبر مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط وسماه مصر فون، وحط فيه كل قرش تعب فيه طول حياته. فوزي مكنش فنان وبس، ده كان عاوز يوقف سيطرة الشركات الأجنبية على فننا، وبالفعل جاب أحدث مكن من بره وبدأ ينجح نجاح ملوش زي. النجاح ده جنن ناس كتير، وبدأت التقارير تروح لجمال عبد الناصر وتقول إن فوزي ده خطر، وإنه كان فنان الملك المفضل. وعشان نعرف ليه فوزي كان مستهدف بالذات لازم نحكي حكايته مع محمد نجيب. فوزي كان بيحب محمد نجيب جدا، وكان بيحبه بجد لدرجة إنه عملوا نشيد مخصوص اسمه عهد جديد، وكان دايما معاه في كل مكان. فلما الدنيا اتغيرت ومحمد نجيب ساب الحكم، فوزي رفض يغير موقفه زي غيره. ده خلى جمال عبد الناصر والناس اللي حواليه يحسوا إن فوزي مش معاهم، ولما طلبوا منه يغني لعبد الناصر بالاسم، فوزي اعتذر بذكاء وقدم أغاني وطنية للبلد وبس، وده اللي خلى الناس الكبار يحطوه في دماغهم. وهنا بقى الصدمة الكبيرة، صاحبه اللي كان بيحلف بحياته باعه في عز وجعه. محمد عبد الوهاب اللي كان بيمثل إنه حبيب فوزي كان في السر بيخاف من نجاحه جدا، ولما الحكومة أممت المصنع وبدأت تبيع منه حصص، عبد الوهاب مسابش الفرصة تضيع من إيده، راح واشترى أغلب الأسهم في المصنع اللي كان شقة عمر صاحبه. فوزي لما عرف الخبر قلبه اتكسر تماما، ما كانش مصدق إن عشرة العمر هو اللي هياخد حلمه وهو لسه عايش. تجارة فوزي مع ربنا. المصحف المرتل. وفي حقيقة صادمة محدش ركز فيها، إن فوزي هو اللي سجل المصحف المرتل بصوت الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي على حسابه الخاص كخدمة للدين. ولما الدولة خدت المصنع وخدوا المشروع ده ونسبوه لنفسهم، فوزي كان بيبكي بحرقة ويقول يا رب دي كانت تجارتي معاك، حتى دي خدوها مني. الوجع اللي هدى حيلة في عياله. تعالي بقى للوجع اللي كسر ظهر فوزي بجد. فوزي شاف أصعب لحظة ممكن أب يشوفها لما فقد ابنه الصغير منير وهو لسه طفل في حادثة صعبة جدا في البيت. اللحظة دي كانت هي بداية انكسار فوزي الحقيقية، وزي ما يكون الحزن كان مكتوب على العيلة دي ابنه عمرو. وعمرو ده كان ابنه من الفنانة مديحة يسري، هو كمان مات في حادثة عربية وهو في عز شبابه، لكن ده حصل بعد وفاة فوزي بسنين، وكأن لعنة الوجع ملاحقة ولاد فوزي واحد ورا التاني. هدى سلطان كانت بتحب أخوها فوزي حب مش عادي، بس الفن فرق بينهم سنين طويلة. فوزي كان رافض تماما إن أخته تدخل الوسط، لحد ما في يوم هدى كانت بتمثل وتغني في فيلم، وفوزي سمعها صدفة. في اللحظة دي قلبه الحنين غلبه، ودموعه نزلت لما عرف إن أخته فنانة بجد، وراح لها وصالحها، وبقت هي أقرب حد ليه في الدنيا. صدمة التأميم. الوجع اللي كسر الظهر. لما شركة فوزي مصر فون اتأممت، الدنيا سودت في وشه. هدى سلطان هنا كانت هي السند الحقيقي، وقفتها جنبه، كانت تروح له كل يوم تحاول تخفف عنه وتقوله إن الفلوس تروح وتيجي. المهم هو لما المرض النادر جاله، هدى سابت الدنيا كلها وقعدت تحت رجليه. كانت تسافر معاه من بلد لبلد وهي بتداري دموعها عشان متبينش له إنها خايفة. عارفين إن محمد فوزي دخل التاريخ الطبي من باب الوجع؟ دي معلومة حقيقية جدا. فوزي لما تعب وسافر بره، الدكاترة اتصدموا ولقوا إنه الحالة رقم 5 في العالم كله اللي يجيلها المرض ده، ومن كتر ما كان نادر وملوش اسم، الدكاترة سموه مرض محمد فوزي.
يعني مات بمرض متسمي على اسمه لحد النهارده في كتب الطب، والناس فاكرة إن فوزي زعل عشان شركته اتخذت منه وبس. لا، الوجع الحقيقي كان في الديون. فوزي كان شاري الأدوات والشغل بتاع المصنع بالقسط بمبالغ خرافية، ولما الحكومة حطت إيدها على الشركة أخدوا المصنع والاسطوانات جاهزين وسابوا لفوزي الديون يدفعها هو. فوزي مات وهو وراه مبالغ تهد الجبال، ومات مديون وهو اللي كان أغنى فنان في مصر. القهرة دي هي اللي خلصت عليه بجد قبل ما المرض يكمل عليه، وده سر يوجع القلب بجد. فوزي ده كان راجل وطني لأبعد حد، وقبل الثورة لما الإنجليز حاصروا القصر فوزي مسكتش، راح عمل لحن ثوري وشجاع جدا سموه نشيد الجزيرة. فوزي وزعه في السر من ورا الكل، ولما الإنجليز عرفوا الدنيا اتقلبت عليه، بس هو ولا اتهز، وده اللي خلى الناس تشيله فوق الراس من قبل حتى ما يبقى نجم مشهور. يوم ما المصنع ضاع منه الدنيا اسودت في وشه. تخيلي البرنس اللي كان بيصرف بالألوفات بقى يروح يمضي زي أي موظف غلبان عشان ياخد مبلغ بسيط كل شهر. بس العظمة بقى إن فوزي مكانش بيحط القرش ده في جيبه، كان بيوزعه على العمال اللي ظروفهم صعبة ويقول أنا ربنا معايا، والناس دي وراها بيوت وعيال. القهر ده جاب له مرض غريب جدا، العظم كان بيدوب في جسمه، والدكاترة بره مصر وقفوا قدامه عاجزين وسموه مرض محمد فوزي. وهو على فراش الموت كتب رسالة وداع حزينة جدا قال فيها نصا إن الموت علينا حق، وإذا لم تمت اليوم ستموت غدا، وكان بيطلب من الناس يفتكروه بالخير. فوزي مات وهو وزنه 30 كيلو بس. مديحة يسري وهدى سلطان فضلوا جنبه للآخر، وفارق الحياة وهو في حضن زوجته الأخيرة كريمة وهو عنده 48 سنة بس. لو عجبتكم الحكاية وعاوزين تعرفوا أسرار تانية محدش قالها قبل كده، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتابعونا عشان الزتونة عندنا وبس.